اتفضلي يا حماتي. تسلم ايدك يا حبيبه قلبي. عملت لك الاكل اللي انت بتحبيه. بقول لك ايه يا عبد؟ ايه يا ام؟ اطلب لي اوردر اكل، انا مش هاكل الاكل ده، انا بقرف منه. ايه يا ام اللي بتقولي ده؟ عيب يا ام، اكل مراتي كويس قوي. بقول لك ايه، هتطلب لي اكل من بره ولا اطلب انا؟ طب ليه بس كده يا حماتي؟ ده انا قعدت طول الليل سهرانه بعمل لك في الاكل ده عشان عارفه ان انت بتحبيه. بتحبيه؟ انا بقرف منك قوي، وابعدي كده شويه كده عني، ما تكلمنيش. يلا يا عبد. يا ام على فكره عيب، انت كده بتقلي من مراتي وبتقلي مني. خلي عندك سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. طب يا حماتي لو مش عاجبك الاكل ده انا ممكن اشيله دلوقتي واعمل لك الصنف اللي انت تطلبيه. انت ما بتفهميش، بقول لك بقرف منك، بقرف من ايديكي دي، بقرف منك، وتمسكي الحاجه بقرف منها اكتر. يا اما ما تعمليليش حاجه. اديها فرصه. طيب ذوق الاكل. فرصه ايه؟ على فكره انا مش عارفه ازاي انت بتقبل منها انك ده تاكل. قبل ما تعمل اي حاجه بتغسل ايدها وبتغسل الحاجه مره واتنين. ده فين ده يا عبد؟ قدام عيني يا اما، قدام عيني. والله يا ابني انت نفسك حلو، انت ما كنتش كده، ايه اللي جرالك؟ طب يا عبدو انا هخش جوه، لو عوزت حاجه بقى انده عليا. عن اذنك يا ماما. في داهيه. على فكره يا اما انت كده جايه تخربي بيتي. انا؟ ولو في حاجه زي كده المفروض تقوليها ما بيني وما بينك، مش قدام مراتي وتحرجيها. هي ايه يعني؟ ما عندهاش دم ولا كرامه ولا بنت ناس. ما عندهاش. يعني ايه ما عندهاش؟ ما عندهاش ولا دم ولا كرامه، مهما اقول لها. يا اما على فكره انت كده بتغلطي في ابنك مش في مرات ابنك. يا ابني انا ما بحبش شكلها، ستي مش نظيفه، ستي معفنه يا ستي انت شفتها مش نظيفه؟ لا يا اما مش انا مراتي نظيفه جدا، بس انا عارف انت بتعملي كده ليه، وعارف ايه اللي في دماغك وبيدور جواه دلوقتي. كويس انك عارف اللي انا ما بحبهاش من يوم ما اتجوزتها. انا كنت شايفه لك جوازه تانية احسن، وانت عارف كنت هجوزك مين. وانا مش هاخد بنت خالتي، وقلت لك ان بنت خالتي دي انا مش شايفها غير اخت ليا، مفيش اي مشاعر بتتحرك دي مش غريبه، تجاهها. دي بنت اختي. يعني ايه بنت اختي؟ بنت اختي يعني قريبه مني. تلبسيني انا مش بحبها، انا مش بحبها ولا بطيئها يعني ولا انت عايز بتحب الجربانه اللي عندك في البيت دي؟ جربانه؟ ياما طب احترميها عيب، احترميها عيب. يعني انت ولا في وشها ولا في ظهرها مفيش احترام خالص. لا انا ما بحبهاش. ومش عاجبك؟ مش عاجبك كلام امك؟ طب ماشي يا عبد، انا سايبه لك البيت وماشيه، ومش داخله لك البيت ده تاني طول ما هي موجوده فيه. سلام. استني يا ماما، رايحه فين؟ انتي مالك؟ على فكره انا ماشيه دلوقتي، بس انا هتني وراه ابني لغايه ما يطلقك وتمشي من البيت ده. طب ليه يا ماما؟ بص ايدك، بلاش تعملي كده، انا ما عملتش حاجه تزعلك يا ستي. لو مش عايز تاكلي من ايدي مش مشكله، هخليه هو اللي، هقول له على حاجه واخليه هو اللي يعملها، مش هحط ايدي في الاكل. بقول لك ايه، مش عايزه لك كتير، انا اصلا ما ببلعكيش ولا بطيئك، هاكل من ايدك؟ غوري في داهيه، يلا اللي هي تمشي من هنا. شفت اتكلمت معاها ليه؟ ازاي وقفت اتكلمت معاها ليه؟ حقك عليا يا هدى. امي بس يعني انا مش عارفه اعمل ايه تاني يا عبد. وانا مش عارفه ابرر اقول ايه. انا مش عارفه اعمل ايه تاني عشان ارضيها، انا مش عارفه بجد اعمل ايه تاني، مش لاقيه حاجه. وبجد انا باجي على نفسي، انا مش مجبوره ان انا اسمع الكلام ده كله. خلاص هدى بعد اذنك، انا اللي بقول لك اهو. امي ان جت هنا بحلو وبوحش، ولا تعملي اكل من ايدك، ولا حتى تتكلمي غير سلام ربنا. فاهمه ولا مش فاهمه؟ اتجنبيها يا ست، طالما هي مش مقتنعه ان ده غلط وان هي كده بتاذي ابنها ومش بتاذي مراته بس، يبقى لا، اتجنبيها. ماشي يا عبد. ادخلي على اوضتك. ماشي. في ايه؟ ايه يا عبدو مالك؟ ايه ده؟ اسمع يابا، طب في سلم يا اخي من غير ولا سلام ولا كلام. يبقى الموضوع كبير. ايوه الموضوع كبير. قول لي يا ابني. لما امي تقل من مراتي قدامي يبقى بتقل مني، ومش خايفه عليا ولا خايفه على بيتي. وانا مراتي بحبها وعايزها، وبنت خالتي دي لو كانت شافت حلمت ودنها ما كنتش هتجوزها، وانت عارف ان انا مش شايفها غير اختي وبس. امي بقى هتيجي علشان تخرب عليا واطلق مراتي، تنسى. مراتي جايبه لها اكل بسم الله ما شاء الله يفتح النفس، تقول لها لا انا مش هاكل من ايدك، ده انت معفنه، واطلب لي اكل يا عبده. والله يا امي ادرى بقى، امي ادرى بالحاجات دي. ايوه، ما هو المثل بيقول ايه اللي بالقدر على فمها. هتفترى عليها يعني يا بابا يعني ولا ايه؟ يا بنت عيب، ما هي بنت ناس وزيك زيها. معلش تقبل لحد يعمل هي فيك من كده؟ حقها. طب اسمعي يا بنت انت، هي من حقها لما اخوك الكبير يقف يتكلم انت تخرصي خالص. لا باباها واقف. حطي نفسك مكان مراتي، لما حماتك تيجي وتهزقك في بيتك استغفر الله العظيم، هيبقى شعورك عامل ازاي؟ طبعا اتبلمت دلوقتي ومش هتعرفي تتكلمي. لا انا مش هتكلم عشان خاطر بقى. ابوك بس انا بصراحه مش عاجبني اللي انت بتقوله. طب اسكتي. بص يابا، انا جاي طالب منك طلب. امي لو هتيجي بيتي بالحسنى تيجي على عيني وعلى راسي، لو هتيجي
علشان تخرب البيت وتقل مني وتقل من بنت الناس اللي في البيت اللي ملهاش ذنب، يبقى ما تجيش. انا كلامي واضح. انا يا ابني كم مره احذرها واقول لها روحي، ده ابنك صله الرحم، بص عليه، يا تقعد وهو ياجي، مالكش دعوه باولاد الناس. يابا ده كمان مصر وهي ماشيه، وهي ماشيه زعلانه بتقول لي انا مش داخله لك بيت تاني كمان. هقول لها بس، هقول لها يا ابني هعمل ايه؟ الله يعينك في اللي انت فيه. انا يا ابني مش هخليها تجيلك. لا يابا مش كده، بس ما تزعلش مني. لا ما اصل دي امي برضه، ما هي دي امي. المشكله ان هي امي. طب لا تحطنا في مكانه وسخه مش عارفه خلاص اتصرف انت بقى لا شمال ولا تتكلم، يمين. انا هسيب الامر ده على ربنا ثم عليك. انت تشوف حل وتقول لها كده، يا اما تروحي بالحسنى يا اما ما تروحيش خالص، وهي اكيد هتفهم. وانا مراتي بنت ناس ومحترمه، عمري ما شفت ولا انت شفت ولا اختي شافت ولا امي شافت منها حاجه وحشه، يبقى ليه ناذيها؟ عشان يا ابني ما تجيش كنت بتعيب عليا وامي. يابا ما تهنش امي، يابا ما تزعقش لامي، يابا امي مش صغيره، امي كبيره. يابا انت بتقرا بعظمه لسانك، دي امي لسانها طويل. طب خلاص لسانها عايز. خلاص يا بابا، خلاص يابا. خلاص يا بابا، زعلانه على امك خلاص يا وزعلانه على بابا. اخوك. خلاص يا عبدو، حقك علينا، انا بنيجي نبوس على رجل مراتك. خلاص ارتحت ادخلي يا بنت كده. جوه، ادخلي جوه، ادخلي يلا. بص بابا يعملني ازاي قدامك. ادخلي يلا، ادخلي. يلا اسمع اوعى. الكلام ادخلي. غوري، امشي بدل ما لطشك. انت مش محتاج تربي امي بس، انت محتاج تربي دي ما هي كمان. طالعه لامها. بقول لك يابا انا ما ماشي. بقول لك انا اكفي، ماشي قدر بعد على إذنك. فمها تطلع البت لامها. طب أنا انا مش ماشي عارف بعد اربيها ولا إذنك. اربي امها. بعد اذنك تحلي لي الموضوع. حاضر يا ابني. طب تعالى يا ابني. لا يابا. كلك لقمه. الله يعكنن عليكي. تعالي انت جيت يا خربت المصاري، اقفل الباب. ايه ده مالك في ايه؟ مش هتبطلي عمايلك السودة دي. هو لحق ابنك عبده بلغك على طول؟ تخربي على لا مالك ومال مراته لا. بالراحه يا بابا عليها، ما خدتش نفسها في ايه. يا بنت انت قطراني لازقه ورايا في كل مكان، ما لسانك تتكلمش سابق. كده مع امي، بابا مش هسمح لك، معلش. معلش يا هي ما بنتي عملتش سيبيه. حاجه، هي اكيد شافت غلط عشان كده هي اتكلمت غلط. بصوت معاها. انا ما بحبش هدى مرات ابنك دي، وانت عارف كده كويس. مع انك محبتيها ما تروحيش هناك، مالك ومالها، هو عاجبه. ايه انت هتمنعني من بيت ابني ولا ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ انت كبرت وجننت ولا ايه؟ وانا بمنعك بقول لك يا تروحي بادب وباحترام وبحب، يا تتشك في لسانك. لا انا اخش بيت ابني وفي اي وضع وباي طريقه انا حره فيه. ده انت طبعا. بتبلطغي بقى، ما انتش لا مش أم. بلطجه، بس ده بيت ابني. وبعدين البت دي انا ما بحبهاش من ايام ما اتجوزها، يا بنت عاد، وانا ما بحبهاش، وانتوا كلكم عارفين بكده. والقلوب عند بعض، وهي كمان ما بتحبك. هو انت تتحبي؟ دي شويه وهتبوس ايدي ورجلي عشان انا هكلمها كلمه كويسه. ده انا اتصاد في نظري، ده انا شايل قلب وحاطط قلب بابا كلب. احنا ما شفناش انا ما حاجة بعينينا، بحبكش احنا ما شفناش اصلا. حاجه انت بعينينا. بتزعلي ليه؟ على فكره هدى مش سهله زي ما انت مفكر، هدى سوسه برضو. انتوا هتستلمونا انتوا الاثنين. وانت مالك محموله قوي كده ليه؟ مش عارفه، ده اللي الضمير. بنتك مش بتحبني كده. طلع اللي في دماغك، مش هيتجوز، بيحب مراته وهيعيش مع وانا مراته. هتني وراه لغايه ما يطلقها وهجوزه بنت اختي. روح اتجوزها. مالكش فيه. انت بتغيظ ليه كده ومالك؟ يا هو بنت. انت معانا ولا معاها؟ بص يا بابا كفايه كفايه يا ماما، خش ريحي، ابني. خش ريحي، هو ابني اصلا ده. بيستفزك يا ماما، خش. ده راجل ابني مستفز حرام يا عليكي، بنتي. ابني. هو ايه اللي ابني؟ ما انا عارفه ان هو ابني يا اخوي. في ايه؟ طب اسمعي بقى يا عبير، عليها الطلاق بالتلاتة منك. ما تتدخلي في حياة ابنك ولا تروحي تعكنني عليه. ان رحتي بالحسنى روحي، مش همنعك من صلة الرحم. ما رحتيش يبقى خير. عملتي مشكلة عليها الطلاق، لا تكوني طالق ولا اللي هروح اعيش مع ابني. وانت بقى دوري على اللي انت عايزاه، واللي في مخك مش هيتنفس. انت ما تمشيش عليا ولا على ابني، فاهمة ولا لا؟ فاهمه يا عادل، فاهمه اللي انت بتقوله. انا فعلا جيت على ابني كتير وعلى مراته، وانا غلطت، بس انا بحب ابني بزياده وعايزه له الخير، وانا هسمع كلامك يا عادل. بس يبقى كده خلصنا. يبقى انت تروحي له دلوقتي وتراضيه وتراضي مراته، ومن هنا تحبوا بعض وتعيشوا ومالكش دعوه. سيب ابنك، ما هو الصغير يعيش حياته زي ما هو عايز. وانت فاهمه ولا لا؟ حاضر يا بابا. وهي مالها؟ ماما خلاص بقى يا ماما، مشي دنيتك بقى، احرف عليكي بقى. طيب بكره ولا حاجه اروح. دلوقتي حاضر يلا. انتوا في الخير بتقرصوا وفي الشر تاخدي عامله زي وابور الزلط. خلاص يا عادل يلا. يلا اجي معاكم. واقعد يا خليك هنا.